السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ركنت التاكسي أنا وعم لويجي وقلنا نيجي نتكلم معاكم النهاردة عن إزاي تخلي برج العقرب، بسم الله الرحمن الرحيم الله الحفيظ، يحبك. برج العقرب، إزاي تخلي برج العقرب يحبك؟ طيب، إحنا اتكلمنا كتير عن شخصية برج العقرب وقد إيه هي شخصية مميزة جدا، ذكية جدا، اناليتيكال ومحللة بشكل كبير. ولكن في نفس الوقت النجاح في العلاقة مع برج العقرب صعب جدا. برج العقرب يا جماعة في الرجالة والستات برج حنون جدا، ولكن حنية جبل التلج، ما بتشوفش منها غير حاجة صغيرة جدا، وباقي الحنية دي وباقي المحبة دي وباقي العطف ده تحت المية انت مش شايفه ومش هتشوفه، بس هو موجود. فلما تكون في علاقة مع برج العقرب ما تنتظرش انه هيكون في فيض من المشاعر، ما تنتظرش انه هيكون في تعبير كتير قوي عن الحب، لان هو كتوم في الرجالة وفي الستات وما بيعبرش قوي عن مشاعره، ولكنه في نفس الوقت بقى برج حساس وعطوف جدا جدا، وبرج انساني جدا، واكتر برج ممكن يساعدك ويسندك في رحلة الحياة، لانه برج صلب، برج عنيد، برج قوي، برج تعتمد عليه وتثق في آرائه وفي أفكاره. فأنت محظوظ لو في حياتك برج العقرب، بس لو أنت هتتعامل معاه بشكل ذكي وتفهم صفاته وإزاي تقدر تنجح في علاقتك معاه. وأنت غير محظوظ لو فكرت تلعب بديلك مع برج العقرب، فكرت ان انت تعمل مغامرات مع برج العقرب، لانه الرادار بتاع برج العقرب هيلقطك وهيشوفك. والأسوأ لو قرر برج العقرب ان هو ينتقم منك نتيجة لجرح انت جرحته له. انتقام برج العقرب بيكون انتقام صعب وعنيف وشديد، وانا ما احبلكش خالص ولا احبلك خالص ان انتوا تكونوا في الحالة دي مع برج العقرب. طيب، انا انجح ازاي مع برج العقرب؟ اول حاجة ما تشككوش فيك. يعني لو انت ست، او اسف لو انت راجل ومرتبط بست من برج العقرب، اوعى تخليها تشك فيك، علشان هتجيبك. فما تلعبش بديلك. يعني ايه؟ اول حاجه تقول لي يعني ممكن العب بديلي مع ابراج تانية، اقول لك لا طبعا ما تلعبش بديلك مع اي حد، بس بالذات مع برج العقرب، لانه الموضوع ده هيكون صعب جدا جدا على ست برج العقرب، ولانه انت على طول تحت ميكروسكوب برج العقرب، سواء كان راجل او ست، هو على طول شايفك، على طول مراقبك، على طول بيحللك، على طول فاهمك. اوعى تلف وتدور على برج العقرب. طريقك للنجاح في علاقتك مع برج العقرب سواء كان راجل او ست كده، دغري صريح، لف ودور، ما تلفش وتدور، اسف. وكمان تتقبل صراحة، برج العقرب برج دايركت ومباشر. تتقبل انه ساعات بقى لو هو يعني هينتقدك ممكن يديك كلام لاذع شويه. عشان كده احنا ما بننصحش مثلا الابراج ذات الايجو العالي زي مثلا برج الحمل والاسد، ما بننصحهمش ان هم يكونوا في علاقه مع برج العقرب. مش بس علشان برج العقرب برج مائي والابراج دي ابراج ناريه، فصعب ان الميه والنار بيكونوا في علاقه، ولكن كمان علشان الايجو زي ما قلنا عند الابراج دي هيبقى عالي، مش هيستحملوا صراحة ومباشرة برج العقرب. طبعا انت لما بتقول لبرج العقرب انت ليه مش بتجمل الكلام وليه مش بتزوق الكلام، بيقول لك لا انا كده ابقى بنافق او ابقى بكذب، انا الصراحة راحة وانا بقول الحقيقة زي ما انا شايفها. هم كده، هم ناس بتقول اللي جواهم، بتقول زي ما هم شايفينه حلو ووحش من غير ما بينمقوا او بيجملوا الكلام. فاستحمل ده، وفي نفس الوقت خليك انت كمان مباشر معاه، مش ان انت طبعا تغلط فيه او تهينه انه مش هيستحمل كده، ولكن خليك صريح معاه، ما تلفش وتدور معاه، ما تخليش نفسك في موضع شك مع برج العقرب. طيب، برج العقرب بيتوتي شويه، فبرضه لو انت من الابراج او لو انت من الابراج اللي بتحبوا الخروج كتير، هتلاقوا فيه صعوبه شويه في ان انت تزق برج العقرب انه يخرج. يعني بيحبوا قعده البيت وما بيحبوش يروحوا اماكن جديده كتير، بيحبوا دايما نفس الاماكن اللي هم بيرتاحوا فيها. فبالتالي حاول ان انت بالتدريج تاخد برج العقرب لاماكن جديده لو انت حابب تكتشف. لو انت مثلا برج الجوزاء ومرتبط بالعقرب، يعني مش هتلاقيه دايما متحمس
ان هو يروح معاك اماكن جديده، بالعكس لا، هتلاقي ان هو حابب نفس الايه، نفس الاماكن. فخده كده برضو بالراحه وواحده واحده، واستحمل ان هو ممكن يوديك نفس المكان بنفس القعده بنفس الاكل والشرب، مش هيغير حاجه لان هو بيحب الاستابيليتي. ونيجي بقى للاستابيليتي، الاستقرار. الاستقرار هو مفتاح مهم جدا من مفاتيح نجاح علاقتك العاطفيه مع برج العقرب. برج العقرب راجل بتاع العلاقات طويله الامد، وراجل بيحب الاستقرار، وست بتحب الاستقرار، ما بيحبوش التنطيط الكتير. عشان كده هتلاقوا ان هم من اسرع الناس اللي بتنهي العلاقات في مهدها، ما هماش هريين. خلاص هو باين ان احنا مش نافعين لبعض، مش هنقعد نتكلم كتير بقى. فبالتالي هتلاقي ان برج العقرب الاستقرار عنده كلمة مهمة جدا. فما تزعزعش استقرار برج العقرب، سواء زي ما قلنا من شوية بان هو يشك فيك، او بان انت تعمل له تو مينيت تشينجز وتغييرات كتيره حوالين برج العقرب تخليه اللي هو انا فين انا مين ازاي. انت كده برجلته، انت كده بوظت له السلام النفسي اللي هو عايش فيه. استحمل ان برج العقرب برج اناليتيكال، برج محلل، برج بياخد باله من ادق التفاصيل. ساعات بيبقى الموضوع اوفر شويه، وساعات بيبقى اوفر اناليتيكال في بعض الاحيان، وبيحمل الامور اكثر مما تحتمل. فاستحمل ده في برج العقرب، وحاول ان انت دايما تحصل على ثقة برج العقرب. ايه اللي هيحصل بقى يا عم حازم لو حصلنا على ثقة برج العقرب؟ انت كده يا باشا الجنة ونعيمها. انت كده بقى فاكر جبل التلج اللي كلمتك عليه في اول الفيديو؟ هتشوف بقى جبل التلج ده من تحت بقى. هتشوف ايه؟ هتشوف العاطفة والحب، لان هو برج متفاني مخلص جدع، سواء راجل او ست جدعة وراجل جدع، داعم جدا للناس اللي حواليه، موجود، هتكلمه هتلاقيه، هتكلمها هتلاقيها، على طول متاح، على طول موجود في صف الناس اللي بيحبهم. صعب عليه انه يبعد عن حد بيحبه، هتلاقيه بيسترايف ويعني وبيبذل كل طاقته علشان ينجح العلاقه طويله الامد دي، عشان هو بيحب الاستقرار وعشان هو خلاص حبك. فما تزعزعش الاستقرار في حياه برج العقرب، اديله، تفهم فكره الاستابيليتي عنده، لا تثير الشكوكه، خليك دايما واضح وصريح معاه. احكي له. ممكن تعاني من مشكله مع برج العقرب ان انت بتتكلم اكتر ما بتاخد من برج العقرب، عادي، هو بالعكس، هو كل ما بيسيبك تتكلم هو بيحبك، هو عايز يعرفك اكتر، هو عايز يدخلك جوه الاناليسيس بروسيسنج بتاعه. فسيبه اتكلم معاه، لا تجد غضاضه، او استحمل شويه ان هو قليل الكلام بالمقارنه بيك او بيكي. بالعكس لا، الهدوء ده ما تفسروش ان هو يعني هي دازنت كير بالعلاقه او هي شي دازنت كير. بالعكس لا، هم كده بيحبوك وبيسمعوك، وكل ما العقرب سمعك اكتر كل ما هو فعلا حبك. على عكس ابراج تانية لو لقيتها صامته معاك تقلق، زي مثلا الجوزاء. لكن لا، العقرب لو لقيته بيسمعك ومهتم وبتاع، اوعى تفتكر ان هو مش هيرد عليك او مش واخد باله. لا، ده هو بياخد باله، بيحلل كل كلمه انت بتقولها، وبالتالي انت تقدر تعتمد جدا على برج العقرب في النصايح وفي السبورت وفي الدعم. فانت محظوظ ومحظوظه لو في حياتك حد من برج العقرب، بس تاخد بالك من الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي. قولوا لي في التعليقات خبراتكم الشخصيه ارجوكم مع برج العقرب، لو انت او انت مرتبطين بحد برج العقرب، هل الكلام ده بتشوفوه؟ وهل الكلام ده ممكن يفيد؟ وايه تجربتكم انتوا الشخصيه؟ مستنيكم في التعليقات، وممكن بالمره تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وسلام عليكم.